شاء الله فاضل طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر أفورقي يقدم تهنئة للشعب وقوات الدفاع بمناسبة قدوم العام الجديد. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تقيم أنشطتها. إصابة 29 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا. مقتل 4 أشخاص إثر انفجار وقع جنوب غربي باكستان. وحرائق تلتهم كولورادو دمرت 580 منزلا وآلاف بلا مأوى. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. وجه فخامة الرئيس ياسر أفورقي رسالة تهنئة للشعب الإريتري وقوات دفاعه الباسلة بمناسبة حلول العام الجديد 2022. إليكم نص رسالة التهنئة. لقد كان سنة 2021 إلى جانب التحدي العالمي لجائحة كورونا سنة التحدي الإضافي لمنطقتنا الذي فرضته عربدة زمرة وياني والمعوقات الخارجية، وقد تخطى الشعب الإريتري هذه التحديات كعاده دوما بثقافته المعهودة في التصدي وقيمه المعروفة في التحمل والصبر والمثابرة والثقة بالذات. وفي الوقت الذي نولج فيه إلى سنة جديدة منهينا سنة التحديات المضاعفة لعظيم الشرف لتوجيه رسالة التهنئة والأمان الطيبة للشعب الإريتري عامة في الداخل والمهجر وقوات دفاعه الباسلة، كما أعبر عن تمنياتي في السنة الجديدة 2022 أن ينهي التصدي المشروع بقايا التحديات والانتقال إلى الوضع الإقليمي المستقر والتقدم التنموي المستدام وفتح فرص أفضل. مرة أخرى عام سعيد وأعياد ميلاد مجيد. النصر للجماهير. قامت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في اجتماع عقدته يومي 28 و29 من ديسمبر الأنشطة المنفذة خلال العام 2021 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها. وأوضح حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي في الاجتماع تنفيذ أعمال هامة هذه السنة كتوفير مياه الشرب في جميع المديريات وخاصة في مدينة عصب بإصلاح الخطوط القديمة، ودعا إلى الدفع بالجهود الحثيثة التي بدأت لخفض وفيات الأمهات أثناء الحمل والولادة. وأشار التقرير المقدم في الاجتماع إلى بناء 11 مدرسة وصيانة وترميم عدد من المدارس والعمل على تطوير قطاع التعليم. وحول أوضاع الأمطار ذكر التقرير هطول 652 ملم من الأمطار عموما في الإقليم، ورغم قلتها مقارنة مع العام الفائت فقد تم حصاد محصول جيد، مشيرا إلى بذل الجهود لتوسيع تنمية البساتين والنخيل وتشجيع الأسر لتربية الدجاج وتدريب صيادي الأسماك على أساليب الصيد الحديثة وتقوية الجمعيات التعاونية للصيادين. وقال حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي بأن عام 2022 سيشهد العمل الجاد لمكافحة وباء كورونا وتوسيع الخدمات الاجتماعية كما ونوعا وتعزيز الإنتاجية في كافة القطاعات. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في مراكز الفحص والعزل بالإقليم الأوسط والجنوبي وعنسبة قد أظهرت إصابة 29 مواطنا بفيروس كورونا، فقد ظهرت 20 من الإصابات في مراكز الفحص بالإقليم الأوسط، 2 في إمباغاليانو، 2 في سمبل، و2 في ترافولو، وواحدة في كل من حزحز وغودايف وعد أبيتو ووسط المدينة وغزاباندا وعد قبره وكدبا وقجرت وطابا وقحوتا وتتصارات وعد قعداد وفيلاج ومصاب قادم من كرن، و6 إصابات في إقليم عنسبة، 1 في كرن و5 في عيلة برعد، و3 إصابات في الإقليم الجنوبي، 2 في عد قيح و1 في دقم حري. في غضون ذلك شفي 15 مريضا كانوا يتلقون الرعاية الاجتماعية بالمستشفيات، 14 في الإقليم الأوسط و1 في إقليم القاش بركة. وتوفي أحد مرضى الكورونا من الإقليم الأوسط يبلغ من العمر 75 عاما، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 8011، شفي منهم 7746، وتوفي 76 مريضا، فيما لا يزال 189 من المرضى يتلقون العلاج بالمستشفيات. وزارة الصحة 31 من ديسمبر 2021.
أفادت جمعية الخضر والفاكهة في مديرية غردات بأنها تعمل على خلق بيئة مناسبة لإيصال منتجاتها للمستهلك مباشرة. وأوضح رئيس الجمعية في الاجتماع التقييمي السيد داوود كيلاني أنه بالرغم من أن منتجي الخضر والفاكهة يقدمون منتجاتهم إلى الأسواق متأطرين تحت جمعية الخضر والفاكهة، إلا أنه لعدم تمكنهم من إيصال المنتجات إلى المستهلك مباشرة منح ذلك فرصة كبيرة لتلاعب السماسرة، مشيرا إلى أن الجمعية ستمنح الأولوية في المستقبل لتوزيع المنتجات على المستهلكين مباشرة. وذكر السيد داوود بأن أهم برامج الجمعية هو مساعدة الأعضاء المتضررين بالحوادث الطبيعية وتوسيع فرص العمل إلى جانب توزيع المنتجات على الأسواق، مناشدا وزارة الزراعة لتأمين الوقود والأدوية والبذور المحسنة. من جهته قال مدير مديرية غردات السيد إسحاق طعوم بأن تأطير المزارعين في الجمعية وتقويتها هو الخيار الوحيد لحصول المجتمع على منتجات الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة، داعيا المزارعين للعمل بهمة ونشاط. هذا وتضم جمعية الخضر والفاكهة في مديرية غردات 147 عضوا. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية الشعب بمساهمة ثقافة حماية الأشجار في نموها وتكاثرها. وقال السيد علي آدم من مكتب سلطة الغابات والحياة البرية بأن الأشجار التي كانت تواجه الانقراض مثل أشجار السدر وغيرها تنمو الآن من جديد بفضل جهود الحماية والرعاية، كما تزداد أيضا أعداد الحيوانات البرية، مشيدا بتعاون السكان في حمايتها. كما دعا إدارة الضواحي للمساهمة في توعية الشعب والتعاون لحماية الغابات والحيوانات البرية. هذا وقد بدأت الغابات تغطي مساحات واسعة في مديرية الشعب بعد أن كانت تتواجد في السابق بأماكن محدودة. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية زارونا دورة تدريبية ل 114 شابا، واشتمل التدريب على تصفيف الشعر وتركيب اللاقط الهوائي وغيرها من المجالات. وأوضح المشاركون في التدريب بأنه سيسهم في تحسين حياتهم المعيشية، مطالبين بتوسعته مستقبلا. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم على الصعيد العالمي. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من رد قوي للولايات المتحدة الأمريكية على أي غزو لأوكرانيا، فيما اعتبر الزعيم الروسي أن فرض عقوبات ضد موسكو سيكون خطأ جسيما. لكن وإثر مكالمة هاتفية بينهما استمرت 50 دقيقة هي الثانية في غضون 3 أسابيع، أشار الرئيسان إلى دعمهما للمسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا المدعومة من الغرب. وفي السياق قال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن بوتين كان مرتاحا بشكل عام للاتصال، وصرح مسؤول أمريكي رفيع بأن النبرة كانت جدية وموضوعية، كما لم يكن هنالك لجوء من قبل الطرفين لإخفاء عمق الخلاف أو المخاطر الكبيرة التي تخيم على أطراف أوروبا الشرقية مع اقتراب موعد المحادثات الروسية الأمريكية في 10 يناير بجنيف. قتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانبي الطريق جنوبي غربي باكستان. وأوضحت شبكات إخبارية أن الهجوم وقع خارج كلية العلوم في مدينة كويتا الباكستانية بإقليم بلوشستان، مضيفة بأن 3 جثث وحوالي 12 مصابا نقلوا إلى المستشفى. وأكد مسؤول باكستاني أن عدد القتلى وصل إلى 4 أشخاص، فيما كانت الكلية مغلقة وقت الهجوم ولم يكن أي من المعلمين أو الطلاب من بين الضحايا. كذلك أعلن الجيش الباكستاني مقتل 4 من جنوده ومسلحين 2 في تبادل لإطلاق النار وقع أثناء عمليتي دهم نفذتهما قوات الأمن الباكستانية قرب الحدود الأفغانية. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، ونعيد إليكم أبرز العناوين. فخامة الرئيس ياسر الأفورقي يقدم تهنئة للشعب وقوات الدفاع بمناسبة قدوم العام الجديد. إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر تقيم أنشطتها. إصابة 29 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. اتهامات وتحذيرات متبادلة بين بايدن وبوتين بشأن أوكرانيا. مقتل 4 أشخاص إثر انفجار وقع جنوب غربي باكستان. وحرائق تلتهم كولورادو دمرت 580 منزلا وآلاف بلا مأوى.
مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.